السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا سينيور 2. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة بإذن الله. ده اول فيديو معانا في الابلايد ماثماتكس. طبعا المادة دي طبعا معروفة لعلمي، بس عشان لو انت طالب ادبي بيتفرج عليا لا اقفل الفيديو، ده المادة التانية بتاعت علمي. طيب المادة دي عبارة عن كان مفروض ان هما 5 lessons statics، بس طبعا الناس قاموا معاكم بالواجب وراح مزودوا درسين كمان. يعني احنا كنا اول الترم مستنيين ان هم يلغي منهم، لا هو كمان زود عليكم درسين كمان. The first lesson resultant of two forces meeting at a point. طيب ايه عنوان الدرس الغريب ده مستر؟ لا ركز معايا كده، ووحد الله لا اله الا الله. دلوقتي انت لو عندك شوية طوب او رملة او ردم ايا كان يعني، فانت جبت مثلا 2 عمال عشان يشيلوه، فواحد بيشيل مثلا من الناحية دي ودي كده الاف 1، وواحد بيشيل من الناحية دي اللي هي الاف 2. فطبعا كل عامل وقوته، كل عامل وحسب ما هو يقدر يشيل. طيب بس انت حسيت ان هما الردم او الرمل او الطوب ده ياما عليهم، اللي هما ايه بيشيلوا ببطء، لا ده لسه في كمية كبيرة عايزة تتشال. روح انت عامل ايه يا معالي الباشا؟ روح انت جايب ونش او ايا كان، رحت انت جايبها هي اللي تشيل. بس انت طبعا لما جبت الونش حصل ايه؟ انت مشيت العاملين اللي هي الاف 1 والاف 2، قلت لهم مع السلامه كده، انتوا كده هتخلصوني بعد بكره. انما الاله او الونش او الحاجه اللي انت جبتها دي هتشيل لك مره واحده، هتنجزك بسرعه. فقال لي هي دي بقى الريزلتنت بتاعت التو فورسز. يبقى انت هنا لازم تكون فاهم صح ان الريزلتنت دي لما جت لغت التو فورسز، وهي دي اللي قامت بالدور بتاعها اللي هي شالت الردم او الطوب. قال لي بقى الار دي ليها رول، الار باور 2 equal F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 F2 كوزين الفا. ايه الالفا دي يا مستر؟ قال لي مش انت عندك دي كده الاف 1 ودي كده عندك الاف 2، فقال لي الانجل بتوين الاف 1 والاف 2 دي كده كلها الفا، فدي كده كوزين بتاع الالفا اللي ما بين التو فورسز. انا عايز اقول لك ان الرول ده ليه اثبات، بس انا طبعا في حصص مراجعه دلوقتي مفيش وقت ان انا اثبت لك. يعني الحاجات دي كانت في حصص الشرح حاجه ممتعه، اللي هو طبعا انت مش هتسأل عليه بس هو بتستمتع بالماس. طبعا لو انت مكمل ماس 2 فاللي هو كل حاجه ليها اثبات. يعني الرول دي ما صحناش الصبح لانها ان هي ايه جت كده، لا ليها اثبات طبعا وليها طريقه تيجي بيها. طيب انا عندي دلوقتي الانجل بتوين الار والاف 1 دي هنسميها سيتا. حلو، فقال لي لو انت حابب تجيب تان سيتا هيبقى ايكوال اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزين الفا. يبقى انت عندك هنا خلي بالك التان سيتا هتبقى فوق ايكوال الاف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 ساين كوزين الفا. طيب دول كده اول 2 رولز، بس مع ملاحظه حاجه، ان هنا لو انت عايز الار بس طبعا هتعمل ايه في الباور 2 دي؟ هتديها روت. فقال لي ان الار هتبقى ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. طيب في عندي بقى حوالي 5 سبيشال كيسز على الكلام ده، طبعا جايين منين؟ جايين من الرول هنا. اول حاجه لو انت عندك هنا مثلا البادي هنا اللي احنا محتاجين نشيله او نزقه او ايا كان، وهنا الاف 1 في الدايركشن ده، طيب والاف 2 في السيم دايركشن. يعني نفترض انا واقف كده وجنب مني حماده وقلنا نزقه ترابيزه او الكرسي، احنا الاثنين في السيم دايركشن. طيب انا لو جيت سالتك قلت لك الانجل اللي ما بيننا كام؟ هتقول لي مستر ده انتوا لازقين في بعض، مفيش انجل اساسا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بالظبط كده. يبقى انت عندك هنا الالفا ايكوال 0، يبقى انت كده مبدئيا ان الالفا ايكوال 0.
طيب لو انت بقى حابب تجيب الريزلتنت، قال لي الريزلتنت هتبقى ايكوال الاف 1 بلس الاف 2، الاف 1 بلس الاف 2، لان احنا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه. فانا دلوقتي لو انا بزق الترابيزه دي بفورس 5 نيوتن وحماده بيزق ب 4 نيوتن، يبقى احنا الاثنين مع بعض بنزق الجسم بفورس كام؟ 9 نيوتن. فعشان كده بقول لك الريزلتنت هنا هتبقى ايكوال اف 1 بلس الاف 2. قال لي خلي بالك هنا الار دي بقى ساعتها في الحاله دي بتكون ماكسيمم فاليو، يعني دي اكبر قيمه للار، مفيش اكبر من كده خلاص. يعني انت عندك هنا لما بتكون في انجل ما بينهم معينه، وطبعا الاثنين مش في السيم دايركشن، فانا هجيب الريزلتنت بالرول دي فهيطلع معايا بفاليو. قال لي الفاليو دي لا هتكون اقل من الفاليو اللي هنا، لان دي كده الماكسيمم فاليو بتاعت الار، مفيش اعلى منها خلاص. طيب نفترض بقى لو هما في الاوبزيت دايركشن، يعني ادي البادي اهو وانا بزق كده من الناحيه دي وحماده بيزق من الناحيه الثانيه، ادي الاف 1 والاف 2. طب كده لو انا سالتك الالفا الانجل ما بيننا كام، هتقول لي يا مستر دي كده ستريت انجل، يعني معنى كده ان الالفا ب 180. طيب لو انا حابب بقى اجيب الار، قال لي الار هيبقى ايكوال اف 1 ماينس اف 2. ثواني يا مستر، افرض انت كنت بتزق الجسم ده ب 5 نيوتن وحماده بيزقه ب 9 نيوتن، انت هنا طالب مني الريزلتنت هتبقى اف 1 ماينس اف 2، يعني 5 ماينس 9 ايكوال نيجاتيف 4. لا، ما انا عشان كده هحط لك هنا ابسوليوت فاليو، اللي هو ايه؟ اللي هو عشان نضمن ان كده كده الاجابه الريزلتنت هتطلع بالبوزيتيف. او انت تعمل ايه؟ تعمل الكبير ماينس الصغير، يعني ما تعملش 5 ماينس 9، اعمل 9 ماينس ال 5 عشان تطلع معاك بالبوزيتيف. وقال لي دي خلي بالك كده، دي كده المينيمم فاليو، يعني دي كده اقل قيمه للريزلتنت ممكن تطلع. فكده عامه بقى يبقى الريزلتنت بتكون closed interval ما بين المينيمم وما بين الماكسيمم، اقل قيمه واكبر قيمه، اللي هو يعني الار هتبقى f1 ماينس الاف 2 ده المينيمم، ولو هتكون ماكسيمم يبقى f1 بلس الاف 2. يعني مثلا لو جيت انا اعطيتك الاف 1 او زي ما احنا قلنا هنا مثلا ب 9 وعندك الاف 2 ب 5 مثلا، فانت كده ريزلتنت بتوين كام وكام؟ مستر يبقى ريزلتنت انت عندك كده 9 ماينس 5 ب 4، وعندك السم بتاعهم 9 بلس 5 هيطلع معايا 14. يبقى انت عندك ريزلتنت ما بين الكام والكام؟ ما بين ال 4 وال 14. ممكن بقى تطلع 4 نفسها، ممكن تطلع 14 نفسها، ممكن تطلع ما بينهم 10 11 8 ايا كان يعني. طيب بص عندك في كده the third special case، احنا قلنا كده 2 cases، دي كده الحالة الثالثة. لو جيت مثلا نفترض ان الاف 1 كده والاف 2 كده، يبقى كده الانجل اللي ما بينهم كام؟ قال لي مستر ده كده الانجل between them equal 90 degree، يعني معنى كده ان الالفا هنا equal 90. تعالى كده نعوض في الرول. مش هي كانت الار equal روت f1 باور 2 بلس ال f2 باور 2 بلس 2 f1 f2 كوزين الفا؟ يبقى انا عندي كده الار equal روت ال f1 باور 2 بلس ال f2 باور 2 بلس 2 f1 f2 كوزين كام الالفا؟ معايا ب 90. وكوزين 90 بكام معالي الباشا؟ كوزين 90 بزيرو، وزيرو تايمز اي حاجه بزيرو، يعني الجزء ده كله ايه؟ بالسلامه. يبقى اتبقى لك ايه؟ ان الار كده ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2. دي كده الرول بتاعت الريزلتنت. يبقى انا اجي اقول لك ان طالما الانجل بتوين الاف 1 والاف 2 او تو فورسز ار بيربنديكولار، يبقى على طول تطبق الرول دي اللي هي الار روت اف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2. طيب انت عندك طبعا دي كده الريزلتنت هنا اهي. لو انا جيت طبقت الرول اللي هي التان سيتا
اللي هي كانت ايه؟ كانت الانجل بتوين الار والاف 1 اهي. كانت الرول ايه معالي الباشا؟ كانت F2 ساين الفا اوفر الاف 1 بلس الاف 2 كوزين الفا. تعالى كده نعوض عن الالفا بكام؟ ب 90 ديجري. يبقى F2 ساين الفا اللي هي ساين 90 اوفر الاف 1 بلس الاف 2 كوزين الفا اللي هي كوزين 90. لسه يا باشا قايلين ان الكوزين 90 بكام؟ بزيرو، يعني الجزء ده كله راح. طب اسف، كوزين 90 بكام؟ بزيرو، يعني الجزء ده كله راح. يبقى وساين 90 معاك ب1، يعني اف 2 تايمز ال1 هتطلع معاك اف 2، وهنا اتبقى لك تحت اف 1. يبقى اصبح كده هم دول التو رولز اللي انت هتشتغل بيهم لما يقول لك التو فورسز ار بيربنديكولار. ادي الرول الاولانيه وادي الرول الثانيه. طب مستر افرض يعني ان انا سرحت ما خدتش بالي وعوضت بالرول الاساسيه دي والمساله وشفت الاف 2 عطاري بكام في المساله والاف 1 وبتاع، هيطلع هي نفس الاجابه، ما تقلقش مفيش اي اختلاف. بس دي اللي هو ايه، حل سريع يعني بينجزك. فانا هستاذنك ان انت تعمل سكرين شوت او ان انت تكتب عندك الرولز دي. لو هم في حاله ان هم بيربنديكولار يبقى الار ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2. عايزك تكتب بس الرول دي، والتان سيتا ايكوال اف 2 اوفر الاف 1، بحيث احنا بس واحنا بنحل دلوقتي يبقى انت ايه دماغك حاضره معايا. وفي عندك هنا برضو هتكتب ان الار ايكوال اف 1 بلس الاف 2 لما هم سيم دايركشن، ولما يكون اوبوزيت دايركشن هتبقى اف 1 ماينس الاف 2. وهنا الالفا بتكون 180 وهنا الالفا بتكون بزيرو، وهنا ماكسيمم فاليو وهنا مينيمم فاليو. طيب افرض بقى الكيس بقى اللي جايه دي بيقول لك ان الفورسز ار ايكوال. يعني انا هنا اهو الاف 1 لا هسميها اف، والاف 2 برضه هسميها اف. قال لي يبقى انت كده عندك الريزلتنت بتبقى ايكوال تو اف كوزين الفا اوفر 2. ايه اوفر 2 ده مستر؟ خلي بالك انت الذكي والفهمان فهمني. بص كده ادي الار، مش انت عندك دي الالفا؟ دي الالفا كلها مستر. فانت عندك كده الانجل اللي هتستخدمها هتتقسم ايه؟ هتتقسم جزئين. اشمعنى؟ لان الاف 1 هنا ايكوال الاف 2، الاثنين دول ايكوال، فبالتالي دي هنا هتبقى مثلا لو هي ب 60 الالفا هتبقى هنا 30 وهتبقى هنا 30. وطبعا بدل 2 اف 1 واف 2 والكلام ده لا، هي خلاص اف على طول لان الاثنين اصلا ايكوال، و2 اف عشان هما 2 فورسز. فانت عندك كده لو انت محتاج تجيب الثيتا هتعمل الفا اوفر 2، لان هنا الالفا دي هتتقسم جزئين بالظبط بسبب ان 2 فورسز ار ايكوال. يا ريت تسجل دي عندك برضو الحاله دي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بقى انت ملاحظ ايه بقى؟ قال لي مستر انا ملاحظ انت عندك الار هنا هي المره دي اللي بيربنديكولار على الاف 1. بمعنى مش احنا قلنا ان الانجل بتوين الاف 1 والاف 2 دي كلها بالفا؟ حلو، ابعد الالفا دلوقتي. احنا قلنا الثيتا اللي هي بتوين الار والاف 1، فهنا الثيتا المره دي بكام؟ المره دي الثيتا ب 90 ديجري. جميل يا مستر. دلوقتي بقى لو انا حابب اجيب الريزلتنت، قال لي ان الار هنا بتبقى روت. خلي بالك بقى هي الار بيربنديكولار على الاف 1 صح؟ قال لي بتبقى روت الاف 2 باور 2 ماينس الاف 1 باور 2. بدأت بمين الاول؟ بالاف 2. يعني يا مستر انت عايز تقول لي ان لو الار بيربنديكولار على الاف 2 كنت هكتب الرول هنا روت الاف 1 باور 2 ماينس الاف 2 باور 2 بالظبط كده. انت هتعكسهم، يبقى طالما الار بيربنديكولار على اف 1 يبقى روت اف 2 باور 2 ماينس الاف 1 باور 2. طيب جميل ولذيذ وامور. طيب انت عندك بقى الثيتا بقى. تعالى كده نفتكر الرول الاساسيه اللي هي تان ثيتا كانت بتبقى ايكوال اف 2 ساين الفا اوفر الاف 1 ساين كوزين بلس الاف 2 كوزين الفا. انت عندك الثيتا هنا بكام؟ ب 90. يعني تان ايه؟ تان ثيتا. طب تان ثيتا بايه؟ تان ثيتا لو انت حطيتها اللي هي تان 90 يعني حطيتها على الاله هتشتمك. ليه؟ لان هي المفروض undefined ب 1 over 0. طب وبعدين يا مستر تعالى كده اعمل كريس كروس.
فانت لو عملت ده تايمز 0 هيطلع معاك بزيرو، ولو عملت ده تايمز 1 اللي هو الاف 1 بلس الاف 2 كوزاين الفا هيطلع زي ما هو، لان هي حاجه تايمز 1 بتنزل زي ما هي. يبقى اف 1 بلس الاف 2 كوزاين الفا هي دي الرول اللي هنستخدمها في حاله ان لقيت ان الار بيربنديكولار على الاف 1. يبقى انت اول ما تشوف الار بيربنديكولار على الاف 1 يبقى دي الرول الاولانيه، الار ايكوال روت الاف 2 باور 2 ماينس الاف 1 باور 2، والاف 1 بلس الاف 2 كوزاين الفا ايكوال 0. من الرول دي حابب تجيب الكوزاين الفا هتجيبها، حابب تجيب الاف 1 مثلا هو مخبي لك الاف 2 هتجيبها. طب واحد يقول لي طب انا ممكن يا مستر اعمل ايه؟ اودي الاف 1 بعكس الساين، يعني هتبقى اف 2 كوزاين الفا ايكوال الاف 1 هتروح بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف اف 1، واعمل هنا ديفايدد اف 2 واعمل هنا ديفايدد اف 2 فراحوا مع بعض، يبقى كوزاين الفا ايكوال نيجاتيف اف 1 اوفر الاف 2. ما عنديش اي مشكله، بس انت لو ما حفظتش الرول دي ومشيت انت على الرول دي هتجيب لك سواء كوزاين الفا هتجيب لك الاف 1 هتجيب لك الاف 2 حسب ما طالب منك في المساله. وبكده يبقى احنا عدينا كده على سبيشال كيسز كده بسرعه، فهمناك الدنيا ماشيه ازاي. بالله عليك برضو سجل دي عندك عشان واحنا بنحل دلوقتي الاسئله. نمبر 1 بيقول لي the force is defined by. نعرف الفورس ازاي؟ مش احنا من شويه كنا بنعمل مثلا كده، عندك كده مثلا دي البوينت دي، ده الجسم او ده البادي اللي هو عايز يتشال، فدي مثلا هنا F1 وكنا بنقول هنا ده مثلا F2. فعندي اول حاجه بيقول لي اتس ماجنتيود، يعني بمعنى انا عايز اعرف الاف 1 دي بكام، الماجنتيود يعني هي بكام، يعني مثلا ب 5 نيوتن. نعرفها باتس ماجنتيود. اتس دايركشن يعني مثلا الاف 1 في الدايركشن ده، الاف 2 بالدايركشن ده، يبقى صح برضو اتس دايركشن. طيب تالت حاجه ذا بوينت اوف الاكشن، يعني هي بتاثر في انهي بوينت، طبعا هي دي البوينت بتاعت الاكشن بتاعتها، يبقى دي برضو صح، يبقى طبعا هم كلهم كده الاجابه دي. طيب نمبر 2 بيقول لي two forces act at a point. حلو. the magnitude of two forces are 5 و 3، يعني معنى كده ان دي الاف 1 ودي الاف 2، اصحى معايا. and the angle between them equals 60 degree. then the magnitude of their resultant. هو كده عايز الار. هنا بقى الناس تتلخبط، انا مستر خايف اكون نفسي في سبيشال كيز. يا عم سبيشال كيز ايه وبتنجان ايه؟ انت عندك هما يا اما التو فورسز ار بيربنديكولار، يا اما هل هنا قلت لك ان هما بيربنديكولار؟ لا بالعكس انا قلت لك ان هما 6 ديجري. يا اما ادي الاف 1 اوفر الاف 2، يا اما الاف 1 ايكوال الاف 2. هل هنا الاف 1 ايكوال الاف 2؟ لا برضو. يا اما انت عندك الار بتبقى بيربنديكولار على الاف 1، هل حصل الكلام ده؟ او بيربنديكولار على اف 2، هل ده حصل؟ ما قالش برضو. يا اما هما الاثنين في السيم دايركشن، يا اما هما الاثنين في الاوبوزيت دايركشن، هل ده برضو حصل؟ يبقى انت شغال ايه في القانون العام اللي هو كان بيقول لك ان الار ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. فعندي كده الار هتبقى ايكوال الاف 1 ب 5 باور 2 بلس الاف 2 3 باور 2 بلس 2 تايمز الاف 1 اللي هي ب 5 تايمز الاف 2 اللي هي ب 3 كوزاين الفا اللي هي كوزاين 60. فالحسابه بتاعتي هنا طلعت لي ب 7، يبقى انت عندك كده ايكوال 7. نمبر 3 بيقول لي two forces act at a point. the magnitude of two forces ادي الاف 1 وادي الاف 2 and the measure مش عارف ايه between them 150. عايز الريزلتنت. هل فرقت في حاجه ولا اي حاجه مستر؟ هي نفس الكلام. عندك هيبقى الار ايكوال روت الاف 1 باور 2 يعني 8 روت 3 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 يعني ال 8 باور 2 بلس 2 تايمز الاف 1 اللي هي 8 روت 3 تايمز الاف 2 اللي هي ب 8 كوزاين الفا اللي هي كوزاين 150، واحسبها عندك تشوف دي بكام. فدي كده طلعت معايا
بال8. نمبر 4 بقى، بص بقى الكلام بقى، بص بقى الحلاوه والطعامه. بيقول لك تو بيربنديكولار فورسز. انا كده في سبيشال كيز يا مستر. المنيو بقى بتاعك ينزل اول ما تتكلم في سبيشال فورسز، المنيو بتاعك ينزل. طالما هما بيربنديكولار يبقى انت عندك الار بتبقى ايكوال ايه؟ الار ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2. ذا ماجنتيود اوف تو فورسز، ادي الاف 1 ولا الاف 2. زن برضو عايز الار، يبقى انت عندك الار هتكون ايكوال روت الاف 1 اللي هو 12 باور 2 بلس ال 5 باور 2، معروفه طبعا اللي هي ب 13، يبقى الاجابه سي. تعالى كده نمبر 5. ذا ريزلتانت اوف تو فورسز، الاف 1 ب 6 والاف 2 ب 8. كود بي يعني ممكن تكون كام؟ طيب مستر انت قلت لي معلومه جميله ان الار ايكوال ما بين الانترفال، مره نعمل لهم ماينس اللي هي المينيمم فاليو، ومره نعمل لهم بلس اللي هم الماكسيمم فاليو. ف 8 ماينس 6 هيطلع معاك ب 2، و8 بلس 6 هيطلع 8 بلس 6 هيطلع معاك 14. يبقى انت كده الريزلتنت الجميله بتاعتك ما بين الكام والكام؟ ما بين ال2 وال14. فانت هتشوف نمبر من هنا يكون ما بين ال2 وال14. هل انت بالله عليك ده ال1 ما بين ال2 وال14؟ هل ال15؟ هل ال20؟ طبعا اللي هي الوحيده اللي ما بين ال2 وال14 هي اللي هختارها. مستر طب لو كان حاطط لي ال2 في الاختيارات اختارها؟ طبعا ال2 تنفع لان دي كلوزد انترفال. مستر لو كان حاطط لي 14 برضو كنت هختارها، طبعا هي دي برضو صح، لكن هو هيجيب لك اجابه واحده بس اللي صح عشان انت ايه؟ ما تبقاش بطيخه. طيب ركز يا ابني، ركز استاذي الفاضل، استاذتي الفاضله. بيقول لي ذا ماجنتيود اوف تو فورسز 4.5 they act at a point and cosine. خلي بالك هنا بقى في غلطه معفنه نتنه ناس كتير قوي بتغلط فيها. الكوزاين اوف their include angle negative 2/5. طيب عايز ذا ماجنتيود اوف الريزلتنت ار. طيب ماذا نحن فاعلون ايها المستر؟ وحد الله، لا اله الا الله. هو طبعا دي بس هنا التو فورسز، يعني الاف 1 ب 4، الاف 1 ب 4 والاف 2 ب 5. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نجيب الكوزاين بتاع الانجل دي. لا هو اعطانا الكوزاين بتاع الانجل دي، محتاجين الريزلتنت. ماشي يا مستر، انا عندي الار ايكوال روت الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 بلس ال2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. فانا عندي الار هتبقى ايكوال الاف 1 مع معليك ب 4 يبقى 4 باور 2 بلس 5 باور 2 بلس 2 تايمز الاف 1 ب 4 تايمز الاف 2 ب 5. كوزاين ايه؟ كوزاين هو اعطاها لي بنيجاتيف 2 اوفر ال 5. حد عرف؟ انا قاصد ان انا اغلطها، حد عرف ايه الغلطه هنا؟ ما هو انت لو من نادي الناس اللي هم بيغلطوا الغلطه الجميله دي فانت هتكون مش مدرك مستر عامل صح دي. لو انت من نادي العلماء اللي هم بيغلطوا نفس الغلطه دي، سعادتك ايدي الكوزاين بكام؟ بنيجاتيف 2 اوفر 5. يبقى مفروض اشيل الكوزاين كلها على بعض، اقول لها باي باي واحط مكانها النيجاتيف 2 اوفر ال 5. لكن خلاص كده الكوزاين نفسها بالسلامه، ما هي الكوزاين اصلا على بعض من نيجاتيف 2 اوفر 5. تروح انت عامل لي كوزاين نيجاتيف 2 اوفر 5 وتحطها عليها تقول لي اصل ما بتطلعش ايه يا عم الحاج؟ يبقى احط دي طبعا على الكالكوليتر بتاعي واشوفها بكام. طلعت معايا بفايفايا اللي هي الاجابه بي. نمبر 7 بيقول لي two forces act at a point the magnitude of two forces are. عندك الاف الاولانيه ب 6 والاف الثانيه ب 3. فل بص بقى الكلام بقى، بص العظمه، بص الحلاوه. and their resultant is perpendicular to one of them. دي كده سبيشال كيز ولا لا؟ مستر انت رسمت لي كده وقلت لي دي مثلا الاف 1 ودي كده الار ودي كده الاف 2 وقلت لي ان الار بيربنديكولار على الاف 1. هو طبعا قال لك one of them يعني ساب لك حريه الاختيار، احنا خليها كده. فقلنا ساعتها ان الار هتبقى ايكوال روت الاف الثانيه تبدا بيها الاول اللي هي الاف 2 باور 2 ماينس الاف 1 باور 2. جميل. هو عايز ايه؟ هو طلع عايز الريزلتنت. جميل.
معاك الاف 2 بس هنا مستر ده الاف 2 هي الصغيره ب 3 والاف 1 هي اللي ب 6. يبقى هو كده مفروض ان دي كده تبقى الاف 2 ودي كده هي الاف 1. يبقى الار بيربنديكولار على الاف 2. هو هنا اكبرني بالفاليو ان الاف 1 هي الاكبر، فبالتالي هنا المفروض ابدا بالاف 1 باور 2 ماينس الاف 2 باور 2. عامه انت كده كده هتبدا بالكبير يعني 6 باور 2 ماينس 3 باور 2. 6 باور 2 ب 36 ماينس ال 9 هيطلع معايا ب 27. 27 دي اللي هي 3 روت 3 اللي هي الاجابه بي. بص اللي وراها كده بيقول لك two forces enclosing between them an angle theta. مستر احنا كنا مسمينها الفا. يا عم وانت مالك، وانت هتشاركني؟ انا سميتها لك ثيتا في السؤال ده. انت عندك كده يبقى اف 1 وده مثلا الاف 2 ماشي، والانجل بتوين ذم ثيتا. بيقول لك بقى الريزلتنت الار مالها increasing as the value of theta increase. يعني هل الار بتزيد لما الثيتا بتزيد، ولا double as the value of theta double؟ يعني لما الثيتا تزيد الضعف يبقى برضو الار هتزيد الضعف، ولا increase as the value of theta decrease؟ يعني الار هتزيد لما الثيتا تقل، ولا مفيش اي تغيير هيحصل في الار مهما هي اتغيرت الثيتا زادت او قلت؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا ممكن امثلها لك كده بارقام عشان تفهمني. دلوقتي لما كان الاف 1 هنا والاف 2 هنا والالفا اللي ما بينهم في الحاله دي ب 60 ديجري، انت حابب تجيب الار ومثلا دي ب 3 وده ب 4، فهتقول لي الار روت الاف 1 باور 2 يعني 3 باور 2 بلس ال 4 باور 2 بلس 2 تايمز 3 تايمز 4 كوزاين 60. طيب والحاله دي الحاله الثانيه بقى انا هزود الالفا اللي هي الثيتا هنا يعني مش هتفرق، هخليها ب 90 ديجري. يعني من اخر هما ايه؟ بيربنديكولار. المره دي الثيتا او الالفا هنا ب 90 ديجري. فبالتالي انا حابب اجيب الار هنا كانت دي سبيشال كيز، كانت الاف 1 باور 2 اللي هي مثلا نخليها 3 و4 برضو 3 باور 2 بلس ال 4 باور 2 هيطلع معايا طبعا دي 5. طب دي طلعت معاك بكام؟ طلعت معايا هنا روت ال 37. طبعا روت ال 37 ده تقريبا اللي هو ب 6 يعني. فبص كده لما انا حطيت الالفا ب 60 ديجري طلعت معايا ريزلتنت بار. لما حطيتها ان هي ب 6 ديجري طلعت معايا ريزلتنت ب 6، ولما حطيتها ب 90 ديجري طلعت معايا الار ب 5. جيت رحت حطيتها ب 100. جرب بقى كوزاين 100 هتلاقيها تقريبا ب 4. طيب جربت احطها ب 120 هتلاقيها تقريبا ب 3.2 تقريبا. طيب يعني هنا مستر انت عايز تقول لي ان كل ما الانجل بتزيد كل ما ايه اللي بيحصل؟ بص الانجل هنا بتزيد، كل ما الار ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل. يبقى كده انت عندك دي كده غلط. يبقى increase as the value of theta decrease يعني الار بتزيد والثيتا بتقل. دي كده صح. طبعا doesn't change دي او don't change دي غلط. طيب في حاجة بقى، هل الار بتزيد الدبل لما الثيتا بتزيد الدبل؟ بص كده هنا الثيتا كانت بكام؟ 60 ديجري. هنا الثيتا بكام؟ 120. زادت الدبل ولا لا الثيتا؟ زادت الدبل. بس هل حصل للار ان هي كمان هي زادت الدبل؟ لا طبعا. يبقى انت عندك دي كده برضو غلط. يبقى الاجابه الصح الوحيده ان طالما الار بتزيد لما الثيتا كمان هي بتقل. يعني العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. طالما الار بتزيد يبقى الثيتا بتقل، او الثيتا بتزيد يبقى الار بتقل. طبعا في حل تاني للسؤال ده بطريقه بس مش هتفهمني قوي، فانا حبيت امثلك بالارقام واقعيا كده عشان اللي هو تفهمني وتقتنع. نمبر 9. بص هنا هي نفس الهري اللي احنا كنا بنهريه بس على رسم بس مش اكتر يعني. يعني انت عندك كده الاف 1 اهي ب 4 نيوتن دي الاف 1، والاف 2 اهي ب 3 نيوتن دي كده الاف 2. كل القصه انت محتاج مين؟ محتاج الالفا. يعني ايه الفا؟ يعني الانجل بتوين الفورس الاولانيه والفورس الثانيه. مستر ده مش عطهاني. لا عطاها لك.
هو مش هنا عطالك دي ب 30 ديجري؟ مستر مش ده كده ب 90 ما بين الاكس والواي، يبقى اتبقى لك كام؟ اتبقى لي هنا 60 ديجري، يعني هي كلها ب 90. طب ما هنا نفس الكلام ما بين الواي والاكس داش 90، فهنا دي ب 60 يبقى اتبقى لك 30. اوبا كده ما بين الاف 1 والاف 2 60 بلس 30 هيطلع ب 90. مستر انت عايز تقول لي ان الالفا هنا ب 90 يعني هما بيربنديكولار، يعني هما سبيشال كيز، يعني الار معالي الباشا هتبقى روت اف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2. طب يا مستر انا لو سرحت ما كنتش واخد بالي ان هما كده بيربنديكولار، طلعت الالفا ب 90 بس انا سرحت وطبقت في الرول الاساسيه، طبعا هتطلع معاك نفس الاجابه. قلنا يبقى الار ايكوال روت الاف 1 معايا 4 باور 2 بلس الاف 2 ب 3 باور 2 هيطلع معاك ب 5 اللي هي الاجابه بي. تعالى كده نمبر 10 وخلي بالك عشان في كمين معمول لك. كمين يا مستر؟ اولا هنا انت ملاحظ ان دي اف وبرده دي اف. مستر ده كده اللي هي سبيشال كيز اللي هما التو فورسز ار ايكوال بالظبط كده. الانجل اللي ما بينهم 120. طب ما مستر سهله، انت قلت لي ان الار ايكوال 2 اف كوزاين الفا اوفر 2، ومعايا الالفا هي ب 120 واوفر 2 هعمل لها هتبقى ب 60 يعني كوزاين 60 والدنيا خلصت على كده. عايز اقول لك انك غلطان. ليه يا مستر بس؟ بص كده انت ملاحظ هنا الاف 1 بص الدايركشن بتاعها ماشي ازاي؟ ماشي كده، هو اللي عامل السهم، ودي الدايركشن بتاعها ماشي ازاي؟ ماشي تحت. ده ما ينفعش. قال لي طالما هي نازله لتحت يبقى لازم توديها الناحيه الثانيه، يبقى اصبح الاف هنا. طب ايه المشكله؟ ايه اللي اختلف يا مستر بقى يعني اللي في الحاله اللي فوق؟ قال لي لا هي مش دي كده ستريت انجل. طب ما دي كده 120. اتبقى لك كام؟ اتبقى لي كده 60 عشان تبقى ستريت انجل. يعني انت عايز تقول يا مستر ان الاف 1 اهي والاف 2 اهي، فبالتالي الانجل ما بينهم 60 ديجري مش 120 بالظبط كده، لان هو عامل السهم نازل لتحت فلازم تعديها الناحيه الثانيه. طب لو هو كان عامل السهم لفوق لا كنت هشتغل على وضعك بقى اللي هي 2 اف كوزاين 120 اوفر 2، انما طالما هي معديه الناحيه الثانيه لا يبقى لازم اشتغل كده ان الار ايكوال 2 اف زي ما هي كوزاين، اوعى تقول 120 كوزاين 60 اوفر 2، فيبقى 2 اف كوزاين ال 30 يعني، وكوزاين ال 30 بروت 3 اوفر 2 يعني 2 اف تايمز الروت 3 اوفر 2. طبعا ال 2 دي مع ال 2 دي باي باي، يبقى اتبقى لك روت 3 اف اللي هي الاجابه سي. طبعا انتوا عرفتوا الشعب المصري كله هيختار بي اللي هي الاف. اشمعنى مستر؟ لان دي 120 اوفر 2 هيبقى ب 60 وكوزاين 60 بهاف، فالهاف هيطير مع ال 2 فهيتبقى لك بس الاف، وهي دي اللي كنت هتختارها معايا المستشار. تعالى كده نمبر 11 بيقول لي برضو عندك دي كده اف، هي نفس الكلام بقى، دي كده اف ودي كده خلي بالك معديه الناحيه الثانيه، وبرضو دي كده اف، فانت اللي هيتم ادي معديه الناحيه الثانيه، ودي كده الاف الاولانيه ودي كده الاف الثانيه. كده بقى المره دي الانجل ما بينهم كام؟ مستر دي ستريت انجل ودي كده 60 ديجري، فاتبقى لي كده 120 بالظبط كده. يبقى ما بين الاف والاف في هنا الالفا ب 120 مش 60 ديجري، فبالتالي الار بنأكد بس على معلومه ان 2 اف كوزاين الالفا اللي هي 120 اوفر 2 لسه حاسبينها دلوقتي حالا اللي هي هتطلع معاك باف. تعالى كده نمبر 13 بيقول لي two forces act at a point. جميل. the magnitude of the forces are F و 2، يعني معنى كده ان الاف 1 باف والاف 2 ب 2. جميل. and the measure of the angle between them 6 degree، يعني معنى كده ان الالفا 6 degree. if the resultant الريزلتنت هنا ب 2 روت 3، فالراجل عايز الاف، يعني هو عطالك الار ب 2 روت 3 وعطاك الالفا ب 6 degree. يعني من الاخر هو عكس المساله، انت عادي خالص
الرول بتاعتك الار، بس بقى هكتبها باور 2 بالمره، مفيش روت بقى، انا شلت الروت وحطيت مكانه باور 2 اللي هو الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 بلس ال 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. يبقى بدل ما احط الروت شلتها وحطيت هنا باور 2. طيب الاف 1، الاف 1 اللي هي اف باور 2 عادي خالص. الاف 2 اللي هي ب 2 باور 2 بلس 2 تايمز الاف 1 اللي هي باف تايمز الاف 2 اللي هي ب 2 ملتبلاي كوزاين الفا اللي هي كوزاين 60 ديجري. الكلام ده ايكوال الار باور 2. طبعا الار عندك ب 2 روت 3 هنديها باور 2. جميل. ايه اللي انا اقدر احسبه؟ تعالى كده اسيب الاف باور 2 دي في حالها بلس ال 2 باور 2 ب 4 سيبها في حالها بلس. بص بقى عشان تكون فاهم، عشان ما تدخلش الدنيا في بعض. ليه بقى؟ لان بلاقي تحف هنا عامل لي 2 باور 2 4 بلس 2 يديك 6. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، الله يرضى عنك. ما تخربش الدنيا. ادي بلس اهي يبقى دي كده لوحديها، وادي بلس اهي يبقى دي كده لوحديها، يبقى كل دول مع بعض في طرف. يعني البلس والماينس هو اللي بيقسم لي مسألتي، دي لوحديها دي لوحديها دول لوحديهم. طب جميل يا مستر، انا كده عرفت ان دول كده لوحديهم، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه في المنظر النتن ده؟ ولا حاجه، هتحط لي على الاله 2 تايمز 2 تايمز كوزاين 60، 2 تايمز 2 تايمز كوزاين 60. طب والاف نزلها لي عادي. طيب كوزاين 60 بهاف هتروح مع ال2 دي، اتبقى لك ال2. الكلام ده ايكوال ايه؟ 2 روت 3 باور 2. ده هيطلع معاك على الاله، وبالله عليك لما تحطها على الكالكوليتور يبقى تحطها بالبراكتس، يبقى 2 باور 2 4 تايمز 3 12 هيطلع معاك ب 12. طيب انت بقى مفروض راجل علمي محترم عارف ان طالما في اف باور 2 وفي اف وفي نمبرز، اعرف انك هتعمل فاكتورايزيشن على طول. يعني من الاخر هتدخل لي ال 12 دي بعكس الساين. يعني اف باور 2 اهي جنب منها ال 2 اف اهي. مستر هو انت ليه ما غيرتش الساين بتاعت ال 2 اف؟ يا حبيبي انا لما اعدي الايكوال ساعتها اغير الساين. بلاقي اسئله غريبه، يا عم هو انت مجرد بس ايه بدلت، لكن لما تعدي الايكوال ساعتها غير الساين براحتك. طيب ال 12 لما تخش هتخش بالماينس، هتبقى 4 ماينس 12 اللي هي معايا بنيجاتيف 8. فهمت كده؟ ادي ال 4 اهي عملت لها ماينس 12 طلعت معايا بنيجاتيف 8 ايكوال 0. اعمل فاكتورايزيشن الجميل بتاعك. الاف باور 2 عندي اف تايمز الاف، ال 8 4 تايمز 2 عشان الماينس بتاعهم ب 2، نزل دي بوزيتيف تايمز نيجاتيف يبقى الاف ايكوال نيجاتيف 4. بالله عليك ده ينفع؟ لا طبعا ريفيوزد بالنيجاتيف. والهنا الاف هتطلع معايا ب 2، يبقى انا كده جبت الاف معايا ب 2 اللي هي الاجابه. اين هذا السؤال؟ اين رحت فين؟ اهو. يبقى الاف معايا ب 2. حبيت انت بقى تتاكد من اجابتك، هي مش الاف دي ب 2 والاف دي ب 2؟ لو انت راجل فهمان وذكي ودماغك حاضره، معنى كده ان الاف 1 ايكوال اف 2. مستر كانت الريزلتنت بتبقى ايكوال 2 اف كوزاين الفا اوفر 2، يعني 2 الاف اللي هي معاك ب 2 هنا لان هما الاثنين ايكوال تايمز كوزاين الفا اوفر 2، الكوزاين عندك الالفا ب 60 اوفر 2 اللي هي ب 30، فده هيطلع معاك دي روت 3 اوفر 2 هتروح مع ال 2 اللي هنا اتبقى لك روت 3 تايمز 2 اللي هي 2 روت 3 اللي هي دي. فانت كده اتاكدت 100% ان اجابتك صح. تعالى كده نمبر 14 بيقول لي the magnitude of two forces F و 2. ماشي. and مش عارف الايه الانجل ما بينهم 2 باي اوفر 3، يعني الالفا هنا ب 2 باي اوفر 3. كل اللي انت سعادتك هتعمله هتشيل الباي تحط مكانها 180. اصحى يا ابني اصحى استاذتي الفاضله استاذي الفاضل، يبقى 2 تايمز 180 اوفر 3 ده هيطلع ب 60 تايمز 2 هيطلع معايا ب 120. ادي كده معانا الالفا مستر، ومعانا الاف 1 عباره عن الاف والاف 2 عباره عن ال 2. بيقول لي and the magnitude of their resultant، يعني الار معاك باف، الار معاك باف هي كمان. عايز ايه؟ عايز طبعا الاف دي بكام. طيب وحد الله لا اله الا الله.
معايا الرول بتاعتي هنا طبعا مفيش سبيشال كيز ولا حاجه، ما قاليش اي حاجه تدل على سبيشال كيز. يبقى انا عندي الار باور 2 ايكوال الاف 1 باور 2 بلس الاف 2 باور 2 بلس ال 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. الار معايا باف يبقى اف باور 2 ايكوال الاف 1 برضو باف يبقى اف باور 2 بلس الاف 2 معايا ب 2 يبقى 2 باور 2 ب 4 بلس ال 2 تايمز الاف 1 اللي هي باف تايمز الاف 2 اللي هي ب 2 ملتبلاي كوزاين الفا. احنا مطلعين الالفا هنا ب 120 يبقى كوزاين 120. زي ما اتفقت معاك بالله عليك الله يرضى عنك وعن والديك، دي لوحديها دي لوحديها، دول كده كلهم مع بعض. طيب مبدئيا كده الاف باور 2 دي هتروح جنب اختها اللي هي الاف باور 2 برضو، ما هما الاثنين توينز. بالله عليك هي هتخش هي بالبوزيتيف هتخش بالنيجاتيف، يبقى اف باور 2 ماينس اف باور 2 نقول لهم ايه؟ بشك باي باي مع السلامه والقلب دعيلك. كده بره بقى ايكوال زيرو، خلي بالك لان ما بقاش في حاجه بره. طيب تعالى بقى نبدا من هنا، ادي ال 4 بلس الليله الزرقاء دي مع بعض هتعمل على آلتك الجميله 2 تايمز 2 تايمز كوزاين 120. طلع معايا مستر بنيجاتيف 2. وما تنساش الاف دي بالله عليك ادي نيجاتيف 2 اف. الكلام ده قلنا ايكوال بره ايه؟ لان بره هنا بالسلامه بزيرو. تاني الناس اللي ما فهمتش ليه بزيرو، دي اف باور 2 ماينس اف باور 2 عشان تخش لها بعكس الساين، ما بقاش بره كده في حاجه فبقى هنا ايكوال زيرو. نزلت ال4 دي، نزلت البلس 2 تايمز 2 تايمز كوزاين 120 طلع معايا ب 2 اف يا وليه تعادلي. ونزلت الاف. طيب دي كده البلس دي طبعا لان بوزيتيف تايمز نيجاتيف بنيجاتيف، بقت 4 ماينس 2 اف ايكوال 0. ودي بعكس الساين يبقى نيجاتيف 2 اف ايكوال نيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 باي باي، يبقى الاف برضو طلع معايا ب 2. يبقى الاف هنا طلع معايا ب 2، فهنا هنختار ال 2. نمبر 15 بيقول لي 2 equal forces in magnitude عايز او عطالك the magnitude of their resultant 7 root 3. اولا كده هما 2 equal forces، ايه الرول بتاعتك الجميله؟ الار يا مستر equal 2 اف كوزاين الفا اوفر 2. في هنا غلطه نتنا برضو الناس بتعملها، يقول لك ايه مستر احنا باشمهندسين قد الدنيا، احنا قاعدين في البلد، ال2 دي تروح مع ال2 دي عشان ايه؟ اللي هو اختصر الرول بتاعتي كده واخليها شياكه واناقه وحلاوه. يا عم الحاج اروح انا بقى ايه مشلول منك بقى، يا عم الحاج الله يرضى عنك وعن والديك، مين قال لك تعمل كده؟ هو اصلا لو كان ينفع نعمل كده انا اصلا اكتب ليه الرول كده؟ ما انا كنت كتبتها اف كوزاين الفا على طول، يبقى انا كنت طيرت ال2 احسن من الاول يعني. طبعا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان ال2 دي بتاعت الانجل، هنا بتتكلم على انجل الفا، دي انجل اوفر 2 يعني بتقسمها نصين، بعيد خالص عن النمبرز اللي بره دي، بعيد عنها خالص، فما ينفعش تطير ال2 مع ال2. طيب مستر قلت لي ان الار ب 7 روت 3، ادي الار اهي ايكوال 7 روت 3، بس انا هكتبها هنا يعني الناحيه الشمال هكتبها الناحيه اليمين براحتي براحتي. طب يا مستر انت اعطالك هنا الانجل بباي اوفر 3، الباي هشيلها واحط مكانها 180 اوفر 3، هيطلع معايا ب 60 ديجري. جميل. هو طالب منك ايه؟ الاف. طالب منك الاف، يبقى انت عندك ال2 اف ما اعرفهاش كوزاين الفا اوفر 2، الالفا مع معاليك ب 60 ديجري، 60 اوفر 2 هيطلع معايا ب 30، يبقى الالفا هنا ب 60 اوفر 2 بكام؟ ب 30. طيب يبقى 2 اف كوزاين 30 بروت 3 اوفر 2 ايكوال 7 روت 3. طبعا هنا بقى من حقك بقى خلاص الانجل مشت، الكوزاين مشت، حقك تطير ال2 مع ال2. حاجه ثانيه حقك تطيرها الروت 3 مع الروت 3. من الاخر اتبقى لك ايه؟ ان الاف ايكوال كام؟ ان الاف ايكوال 7. يبقى كده الاجابه اين هي؟ اين هي؟ الا اهي الاجابه 7. انا عيني كانت فوق. طبعا نمبر 16 هي نفس الفكره فمش هحلها. بص بقى نمبر 17، لما انت اقول لك ايه ودنك منين يا جحا، اقعد الف وادور حواليك. if
اللي هي الاف 1 و 8 روت 3 ده الاف 2. بص بقى are the magnitude of two forces act at a point مش عارف ايه and the measure of الانجل between them 120. بص بقى هنا بعيشك اللحظه وعطتك الانجل الالفا ب 120. ده الطالب الحفيظ بقى اللي هو ايه هيغرق. اي نعم ممكن في الاخر هتحلها صح بس بعد خطوات كتير، لكن الطالب الفهمان الرايق اللي هو بتاع الماث 2 ده كده ايه هيحلها صبع رجله الصغير. their resultant بص بقى هنا بص الجمال. their resultant bisect the include angle between the two forces. يعني انت عايز تقول يا مستر ان الريزلتنت الار دخلت على الانجل اللي هي الالفا بايسكت ات، قسمتها نصين بالظبط. بالله عليك هو امتى الريزلتنت بتخش على الالفا وتقسمها نصين بالظبط؟ امتى؟ مستر دي انت عندك كده دي كده F1 ودي كده F2. فمثلا انا عندي كان هنا دي الالفا، فهنا الريزلتنت لو هي قسمت الانجل دي نصين يعني خليتها هنا الفا اوفر 2 وهنا الفا اوفر 2، لازم يكون الاف 1 ايكوال اف 2. يعني من الاخر التو فورسز ار ايكوال. انا عندك ال1 فورس او السكند فورس ب 8 روت 3 يبقى الفورس الثانيه ب 8 روت 3 بس خلاص، ولا اعمل ولا اسوي ولا اروح ولا اجي. طيب اللي هو بقى هيحلها بستبس بقى، ما خدش باله وهيحلها بستبس. هيقول لك ايه؟ هيقول لك الاف 1 باف والاف 2 ب 8 روت 3 والالفا عندك 120. هيجي يقف بقى في ايه؟ في الريزلتنت. مستر ده هو هنا اعطاني الاف 1 مجهوله. طيب فين الريزلتنت؟ ما انا لازم يكون معايا الريزلتنت بره عشان اعرف اتعامل مع المساله. فهيجي يقف هيقف في السؤال مش عارف يكمله. فكده الاجابه مش هتطلع معاه. فهنا انت تفهم من الجمله دي ان هنا خلاص التو فورسز ار ايكوال. تعالى كده السؤال ده من الاسئله السهله بس الناس ساعات ما بتاخدش بالها منه. بيقول لي تو فورسز اوف ماجنتيود عندي ب 6 وب 8 والريزلتنت از 2. الريزلتنت ب 2. مش ملاحظ حاجه؟ هو انت لو عملت ال 8 ماينس ال 6 مش هيطلع لك 2؟ مستر يعني الار هنا ايكوال الاف 2 ماينس الاف 1 او الاف 1 ماينس الاف 2 بس في ابسوليوت فاليو. دي كانت فين؟ دي في انهو سبيشال كيز؟ لما كانوا الاثنين في الاوبزيت دايركشن. كان ساعتها ان الالفا كانت بتبقى ايكوال 180. يبقى بيقول لك هنا ذا ميجر الانجل بتوين ذا تو فورسز هيطلع معاك ب 180. طيب هنخش على 23 ده وهرجع تاني 22. بيقول لي ذا ماجنتيود اوف تو فورسز، هنا المره دي 2F و5F ماشي، and الانجل between them is theta and their resultant كام؟ 3F. مستر هو انا لو عملت ال 5F minus ال 2F ما هيديني 3F، يبقى نفس الكيس دي ولا لا؟ نفس الكيس. يبقى انت عندك الثيتا برضو بكام؟ 180. طب هنا two forces of magnitudes عندي هنا المره دي 3F و F. طب فين الريزلتنت؟ هنا بيقول لك 4F، يعني المره دي عملهم بلس، يبقى انت عندك ال 3F بلس ال F هيديك 4F. طالما عملت بلس فاكر طالما عملت لهم بلس كانت ال R equal ال F1 بلس ال F2 لما كانوا هما الاثنين في السيم دايركشن وكان مفيش انجل ما بينهم، كانت الالفا بتبقى ايكوال زيكو اللي هي الاجابه A. تعالى كده السؤال ده بيقول لي the resultant of two forces ال F1 ب 6 وال F2 ب 2.5 is equal 6.5. يعني من اخر ال R 6.5. عايز الانجل between forces. بيقول لك اكيوت ولا اوبتيوس ولا رايت ولا ستريت. تعالى كده نشوف كده يمكن تطلع رايت اصلا. انت عندك لو هم رايت يعني perpendicular forces كانت بتبقى ال R equal F1 باور 2 بلس ال F2 باور 2 مع سعادتك ال F1 ب 6 يبقى 6 باور 2 بلس ال F2 ب 2.5 باور 2. اشوفها كده على الكالكوليتر بتاعتي هتطلع بكام؟
عندنا هنا في اسكندريه طلعت معانا 6 اند هاف. طب ما هنا برضه مستر الار عطاها لك ب 6 اند هاف، يبقى هم فعلا بيربنديكولار، يبقى هم كده الانجل بتوين ذيم رايت. وبكده يا شبابنا الحلوين خلصنا الليسون 1. هنخش بقى على ليسون 2 اللي هو اسهل منه. ليسون 2 كان بيتكلمني على forces resolution into two components. من الاخر عكس الدرس اللي فات، بيبقى هنا ادي الاف 1 وادي الاف 2، بس هو في حاجه. الدرس اللي فات كنت بقول لك ايه، انا كان عندي الاول اف 1 واف 2، فانا مشيتهم وجبت مكانهم الريزلتنت. لكن المره دي لا، انا بقول لك انا معايا الريزلتنت وهي اللي مشيتها وجبت مكانها حللتها ريزوليوشن تو اف 1 واف 2. طيب ده كده هنسميه الانجل اللي هنا سيتا 1 اللي هو بتوين الار والاف 1، ودي كده هنسميها سيتا 2 اللي هي بتوين الار والاف 2. فقال لي ايه بقى؟ قال لي الرول بتاعتي هنا هتكون الاف 1 اوفر ساين الانجل البعيده، مش ساين سيتا 1، لا البعيده اللي هي ساين سيتا 2، ايكوال الاف 2 اوفر ساين الانجل القريبه اللي هي سيتا 1، ايكوال الار اوفر الساين السم بتاعهم، يعني السيتا 1 بلس السيتا 2. ده الشغل العام بتاعي. طيب لو في هنا سبيشال كده مستر بيبقى هنا الاف 1 والاف 2 بيبقوا بيربنديكولار، وعندك هنا الار، وادي هنا سيتا 1 وادي هنا سيتا 2. بس خلي بالك انا ليه اسميها سيتا 2؟ مش انت عندك هنا الانجل دي ب 90 ديجري بالظبط، يبقى هنا مفروض طالما كلها ب 90 ودي بسيتا يبقى الباقي معايا 90 ماينس سيتا. مش فاهم. نفترض ان السيتا اللي تحت دي انا عطاها لك ب 30، فقلت لك هات لي باقي السيتا اللي هي ما بين الار وما بين الاف 2، هتعمل لي ايه؟ مش هتعمل لي 90 ماينس ال 30 بالظبط كده، ف 90 ماينس السيتا ايا كان بقى ايه النمبر بتاعها. يبقى هنا السيتا هنا بتوين الار والاف 1، وباقي السيتا اللي هي ما بين الار والاف 2 هتبقى 90 ماينس السيتا. طيب الرول بقى عندي هنا تعال نطبقها نفس الكلام. ادي الاف 1 اوفر الساين البعيده اللي هي ساين 90 ماينس السيتا، ايكوال الاف 2 اوفر الساين البعيده اللي هي ساين السيتا، جميل، ايكوال الار اوفر الساين السم بتاعهم. طب ما انت عندك السم بتاعهم بكام؟ ب 90 ديجري، مش هي كلها السيتا دي والسيتا دي على بعض ب 90 ديجري، يبقى ساين 90 ديجري. طب بص كده، عاوزين ان ايه نظبطها كده نخليها شياكه وحلاوه واناقه. اولا 90 ماينس دي، فاكر في سينيور 1 يا وليه اطلعي، ادي ال 90 اهي. اولا 90 ماينس سيتا، 90 ماينس يعني راجع للزيرو، فكده انا بتكلم على الفيرست كوادرنت. كانت الاول functions are positive، كانت قاعدة الاستيك ادي A S T C، ال A هنا all functions are positive. طيب كانت ال 90 وال 270 بتغير ايه؟ بتغير الساين تخليها كوزاين، ولو هي كوزاين خليها ساين. يعني انت مستر عايز تقول لي ان هنا هتبقى F1 over ال 90 دي هتغير الساين هتخليها كوزاين. كوزاين ايه؟ سيتا بالبوزيتيف، عشان هي هنا في الفيرست كوادرنت all functions are positive. equal ال F2 over الساين سيتا دي مش هقدر اعمل فيها حاجه، equal ال R over الساين 90 بكام؟ ب 1. حلو. لو انا بقى حابب اجيب ال R، اللي حابب اجيب ال F1، مش هي هتبقى، سيبك من دي دلوقتي، هتبقى لو انا عملت كريس كروس هتبقى F1 تايمز ال 1 هتبقى F1 equal ده تايمز ده، يعني الار كوزين سيتا. يبقى اصبح كده عند الاف 1 ار كوزين سيتا. ولو انا حابب اجيب الاف 2 بقى، هشيل بقى الخط ده كده اهو، برضو هعمل كريس كروس، اف 2 تايمز ال 1 باف 2،
والار تايمز ساين ثيتا ادي ار ساين ثيتا، يعني هنا هتكون عند الاف 2 بار ساين ثيتا. اللي انا عايز اقوله لسعادتك بقى ان لما تلاقي two forces the angle between them 90 degree يبقى انت على طول فين الثيتا؟ الثيتا هنا مستر، يبقى مطرح ما الثيتا تنام اديها الكوزين التمام. ايه؟ مطرح ما الثيتا تنام اهي الثيتا موجوده فين؟ هنا، يبقى اديها الكوزين التمام. بدل ما تعمل الفرح ده كله على طول هيبقى الاف 1 ار كوزين ثيتا. طب والثانيه هتبقى ار ساين ثيتا. مستر اديني مثال كده عشان افهم واستوعب انت بتقول ايه، عشان انا برضو ما استوعبتهاش قوي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي ادي الاف 1 وادي الاف 2، الانجل ب 90، وادي عندي الريزلتنت. انا جيت قلت لك مثلا ان الانجل دي ب 30 ديجري. المستر قال لي مطرح ما الثيتا تنام، يعني الثيتا موجوده فين؟ هنا، اديها الكوزين التمام، بمعنى ان الاف 1 على طول هتبقى ار اول حاجه طبعا كوزين ال 30. طب والثانيه الار ساين ال 30. مستر لا ثواني بقى اقف عنك. ماشي انا ايه تقريبا انا فهمت دي كده، بس في حاجه، هي مش طالما دي ب 30 يبقى دي كده اللي فوق ب 60؟ طب ما انا ممكن اشتغل على ال 60 واقول لك مطرح ما الثيتا تنام يعني الثيتا نامت فوق مش تحت، اديها الكوزين التمام يعني اديها كوزين فوق. انت هنا عامل الساين، هقول لك والله ما فرقت، هي ليه يا معالي الباشا؟ لان هنا مطرح ما ثيتا تنام هي نامت فوق، ماشي. طيب يبقى ار كوزين 60، وتحت هنا هيبقى ار ساين 60. ايه اللي انا عايز اقوله لك؟ انت اعمل كده على آلتك، امسك كده آلتك دلوقتي. ساين 30 بكام؟ بهاف. كوزين 60 بكام؟ بهاف. طب هنا كوزين 30 بكام؟ بروت 3 اوفر 2. ساين 60 بكام؟ بروت 3 اوفر 2. ما فرقتش في الاجابه ولا لا؟ ما فرقتش. يبقى انت عندك شوف الثيتا فين واشتغل عليها. يعني شوف انت عايز تشتغل عليها تحت، عايز تشتغل عليها فوق، براحتك. وفي ساعات بتبقى مجبر انك تشتغل في حته معينه لان ما بيدكش الاثنين، بيديك مثلا يقول لك دي ثيتا وخلاص، فساعتها انت ما تعرفش الثانيه بكام، فساعتها هتشتغل هنا بقى. يبقى ار كوزين ثيتا هنا، وهنا ار ساين الثيتا. يا رب تكون اتفهمت. يبقى هتشوف الثيتا موجوده فين وحط الاف عندها بار كوزين الثيتا، والناحيه الثانيه هيكون ار ساين الثيتا. وحد الله لا اله الا الله. تعالى كده نشوف اول اكزامبل عندنا. بيقول لي in the force of magnitude 10 نيوتن. يعني انت عندك هنا الار هنا اهو الراجل عطاها لي ب 10 نيوتن. طيب is resolved into two components، يعني هي اللي اتحللت، فخلاص كده تعرف ان هي دي الار بتاعتنا، هي دي الريزلتنت بتاعتنا. طالما قال لك is resolved يبقى تعرف ان هي دي الار. طيب الاف 1 والاف 2، فهي هنا الاف 1 اهي والاف 2 اهي، ما بينهم هنا الراجل حاطط لي انجل ب 90 ديجري وهنا دي ب 60 ديجري. طيب ماشي 60 وادي ال 90. عاوز الاف 2، الراجل عايز الاف 2. طيب احنا اتفقنا الرول الاساسيه بتاعتنا كانت الاف 1 اوفر ساين الثيتا 2 اللي هي الثيتا البعيده ايكوال الاف 2 اوفر الساين ثيتا 1 ايكوال الار اوفر الساين ثيتا 1 بلس الثيتا 2. اوكي يا مستر، الاف 1 اوفر ساين الثيتا البعيده اللي هي ال 90، يبقى الاف 1 طبعا الاف 1 ما عطانيش ما عطانيش اوفر الساين ثيتا 2 ساين الثيتا البعيده اللي هي ب 90 ايكوال الاف 2 ساين الثيتا البعيده عنها برضو اللي هي ب 60 ديجري، يبقى ساين 60 ايكوال الار اللي هي 10 الريزلتنت بتاعتي اوفر الساين، اعمل لهم بلس بقى، ال 60 بلس ال 90 هيطلع معايا 150. طيب انا محتاج مين؟ محتاج الاف 2. سهله يا مستر، كريس كروس. يبقى انا عندي الاف 2 ايكوال 10 تايمز ساين 60 اوفر الساين 150. ده هيطلع معايا ب 10 روت 3. فين 10 روت 3 اللي هي الاجابه سي.
in the force of magnitude 12 نيوتن is resolved. معنى كده برضو ادي 12 اهي، هي دي كده برضو الريزلتنت بتاعتي، برضو اتحللت هنا resolved to ال F1 وهنا ال F2. اعطاني الانجل بين ال F2 وال 12 90 ديجري، واعطاني الانجل بين ال 12 وال F1 30 ديجري. ماشي ابو المساتير، عايز ايه الراجل؟ عاوز ال F2 ولا اي حاجه، ما هي نفس الهري ونفس الكلام. ادي ال F1 مش محتاجه اساسا ساين الثيتا البعيده اللي هي ساين ب 90 ايكوال ال F2 اوفر ساين الثيتا البعيده اللي هي ساين 30 ايكوال الار الريزلتنت بتاعتي هنا معايا بكام؟ معايا ب 12 اوفر ساين ثيتا 1 بلس الثيتا 2 يعني 90 بلس 30 هيطلع معايا 120. برضو عايز ال F2 اعمل برضو كريس كروس، يبقى ال F2 12 تايمز الساين 30 اوفر ساين 120. الكالكايه الاموره بتاعتي طلعتها لي ب 4 روت 3 اللي هي الاجابه دي. نمبر 3 برضو نفس الكلام، هنطبق نفس الرول، هتبقى F1 اوفر ساين الثيتا البعيده اللي هي هنا ساين 30 ايكوال ال F2 اوفر ساين ثيتا البعيده اللي هي هنا 45. طبعا هو الراجل عطاهم لي اهم 30 و 45 ايكوال الار اللي هي هنا الريزلتنت اوفر الساين كلها على بعض، الساين ثيتا 1 بلس الثيتا 2 يعني الساين 75. محتاج ايه الراجل؟ محتاج F2، بس خلي بالك هنا من الاختيارات. ال F2 هتبقى ايكوال ده تايمز ده اوفر ده، يعني ال F2 هتبقى ايكوال 12 تايمز هنا اسف ساين 45 ساين 45 اوفر ساين 75. بص بقى هنا الكلام، بص بقى هنا الاختيارات وحشه مش حلوه. طيب اولا بس احنا هنشوف 12 تايمز ساين 45 هيطلع معايا بكام؟ هيطلع معايا 6 روت 2 وتحت هنا ساين 75، يبقى ال F2 ايكوال ساين ال F2 ايكوال 6 روت 2 اوفر ساين 75. فهنا انت لو تلاحظ هنا في سي ودي في هنا كوسيك، انت عارف ان الساين الانفرس بتاعها الكوسيك، يعني الساين ايكوال ال1 اوفر الكوسيك، او الكوسيك بيبقى ايكوال ال1 اوفر الساين. يعني عايز تقول لي يا مستر، عايز اقول لك ان دي ينفع تطلع فوق بالكوسيك، يعني الاف 2 هتبقى ايكوال 6 روت 2 كوسيك 75. هي دي الاجابه الصح. طبعا هنا بس اللي تشوز هنا فيه غلط، هي المفروض هنا دي يبقى دي 6 روت 2 ودي هنا 6 روت 2 كوسيك 75 اللي هي الاجابه دي. نمبر 4 بيقول لي in the force of magnitude 50 نيوتن resolved. هنا في الرسمه عندك كده الريزلتنت هنا خلي بالك ب 50، وعندك دي الاف 1 وعندك دي الاف 2 وماله يا سيدي، هنا الانجل 30 وهنا الانجل 90. الراجل عايز اف 1 بلس الاف 2 ولا اي حاجه، انت هتشتغل عادي الاف 1 اوفر ساين الانجل البعيده اللي هي ساين 30 ايكوال الاف 2 اوفر ساين الانجل البعيده اللي هي 90 ايكوال الار اللي هي ب 50، الار اللي هي 50 اوفر ساين الثيتا 1 بلس الثيتا 2 يعني ساين 120. محتاج ايه؟ محتاج اجيب الاف 1 بلس الاف 2، فانا ممكن اجيب الاف 1 الاول والاف 2 الاول، يعني اف 1 تايمز، خلينا اف 1 الاول، هعمل 50 تايمز ساين 30 اوفر ساين 120 واجيب الاف 2 برضو كريس كروس اهو، يبقى 50 تايمز ساين 90 اوفر الساين 120. فده طلع معايا 50 روت 3 اوفر 3. وهنشوف التاني كده مع بعض. ادي 50 تايمز ساين 90 اوفر ساين 120 طلع معايا بنمبر معفن كده اللي هو 57.73. هو عايز الاف 1 بلس الاف 2، يبقى دول كده هنعملهم بلس، يبقى ده كده بلس
ال 50 روت 3 اوفر 3 طلع معايا ب 86.6. ده فين يا مستر؟ انت عندك لو كده شفنا 50 روت 2 هيطلع معايا 70، انما 50 روت 3 ده هيطلع معايا هو نفس النمبر ده اللي هو 50 روت 3. تعالى بص هنا بقى في نمبر 5. هنا عطاني ال F1 اهي، وهنا ال F2 اهي، وهنا ريزلتنت اهي اللي هي ب F، وزي ما قلت لك هو هنا دي كلها ب 90 ديجري، يعني هنا السبيشال كيس. فهنا بس هنا الراجل بيقول لك انها اتقسمت نصين، يعني هتبقى هنا 45 وهنا 45. مستر انت قلت لي مطرح ما الانجل تنام اديها الكوزاين التمام، اشتغل على الانجل فيهم بس ما تشتتش نفسك. يعني لو دي هنا 45 يبقى الاف 1 هتبقى ار كوزاين 45 لانها نامت هنا. فالناحيه الثانيه الار 2 الاف 2 هيبقى ار ساين الانجل اللي هي 45، يبقى الانجل تحت يبقى ار كوزاين 45، الانجل فوق يبقى ار ساين 45. واحد يقول لي مستر لا انا مش هشتغل على الانجل اللي تحت، معلش يعني في الكلمه هحط هنا الانجل فوق، انا هشتغل على الانجل اللي فوق، وهقول لك مطرح ما الانجل تنام يديها الكوزاين التمام. يعني فوق هشتغل ار كوزاين 45 وتحت ار ساين 45. اكيد هطلع اجابه مختلفه عنك. يا تحفه، الساين 45 بروت 2 اوفر 2، الكوزاين 45 برضه بروت 2 اوفر 2. والله ما فرقت، هي نفس الاجابه. فانت هنا لو عملت ار كوزاين 45 هنا عملت ار ساين 45 هيطلع لك هي نفس الاجابه. طبعا مستر بيقول لي الاف اهو از ريسولفد تو تو perpendicular components، الاف 1 والاف 2. طيب اهم حاجه بقى هنا الاف 1 النورمال بتاعتي عطاها لي ب 6 روت 2، يعني الاف 1 ب 6 روت 2. انا بالله عليك قايل لك هنا الاف 1 عباره عن ايه؟ عباره عن ار كوزاين 45. حلو، يبقى انا عندي كده الار كوزاين 45 الروت 2 اوفر 2 ايكوال 6 روت 2. يبقى انا شلت كده الكوزاين 45 بروت 2 اوفر 2 ايكوال 6 روت 2. الروت 2 مع الروت 2 نقول لهم باي باي. يبقى انا كده اتبقى لي، خلي بالك دي ار تايمز دي بالله عليك مش 2، دي هاف ايكوال ال 6. هعمل ديفايدد هنا هاف او تايمز 2 براحتك، ديفايدد هاف هيبقى 6 ديفايدد هاف هيطلع معايا ب 12. لو انت هنا اتلخبطت من حته الروت 2 شلناها مع الروت 2 دي اهي، ولا تشيل ولا تنيل، امسح بقى. هنعمل هنا تايمز 2 اوفر روت 2، العكس يعني، وهنا تايمز 2 اوفر الروت 2. فدول كده راحوا مع بعض ودول كده راحوا مع بعض، اتبقى لي الار. وهنا الروت 2 مع الروت 2 راحوا مع بعض، اتبقى لي 6 تايمز 2 هيطلع برده معايا ب 12، هي نفس الاجابه. فبالتالي هنا طبعا هو هنا اعطاك الاف 1 وطلب الاف 2، هنا الار طلع معايا ب 12. بالله عليك كده ما تعرفش تجيب الاف 2؟ مستر ده الاف 2 انت قايل لي ان هي عباره عن ار ساين 45. طب ما هو الار بكام؟ الار ب 12 تايمز ساين ال 45، ده هيطلع معاك على آلتك الجميله ب 6 روت 2 اللي هي الاجابه ب. واحد طالب مصحصح وفهمان وواعي ورابط الدرسين ببعض، راجل فهمان بقى، ده عيل رايق، يقول له مستر اقف عندك، هي مش دي ريزلتنت؟ دخلت على الانجل فاكر اللي هي كانت الفا، عملت فيها ايه؟ قسمتها نصين، بايسكت الانجل اللي هي الفا. وطالما قسمتها نصين يبقى التو فورسز مالهم؟ مستر ده التو فورسز ار ايكوال. طب ما هنا اف 1 يا ابني عطيتها لك ب 6 روت 2، يبقى الاف 2 اكيد هتطلع برضو معايا ب 6 روت 2. تعالى كده نمبر 6. هنا الراجل قال لي هنا خلي بالك برضو ان هما ادي الاف 1 اهي والاف 2 اهي، عندي الانجل بتوين ذم 90 ديجري، يعني هو بيربنديكولار. يبقى على طول تفتكر، وادي الريزلتنت اهي ب 100.
تفتكر على طول، ها مطرح ما الانجل تنام اديها الكوزاين التمام. الانجل هنا 60 ديجري، فانت الاف 1 عباره عن الار كوزاين سيتا اللي هي ار كوزاين 60 ديجري، ده الاف 1. طب الاف 2 اديها بقى دي الساين ار ساين 60 ديجري. واحد يقول لي شغل دماغه زي ما قلت لك من شويه، لا انا عايز اشتغل على 30 ديجري يا مستر، مش عايز اشتغل على ال 30 ديجري، مش عايز اشتغل على ال 60 ولا اي حاجه. يعني انت اخترت ان الزاويه تنام هنا، اديها الكوزاين تمام، يبقى ار كوزاين 30 ار ساين 30. والله ما هتختلف في الاجابه ومفيش اي اختلاف. كوزاين 60 هي الساين 30، الساين 60 هي الكوزاين 30. نمسح دول بس كده نشتغل على دول. طيب معايا الار 100 جميل. طالب ايه؟ طالب الاف 1 والاف 2 ولا اي بتنجان، كله في الحمبلايز بايظ. مش انت عندك الاف، خلينا الاف 1 الاول، ار كوزاين 60، طب ما هو الار معاك بكام؟ الار عطاها لك الراجل ب 100 اهي، تايمز كوزاين 60 ده هيطلع معاك ب 50. ادي الاف 1. الاف 2 هتبقى ار ساين 60، طب ما الار برضو ب 100، يعني 100 ساين 60 هيطلع معاك ب 50 روت 3 اللي هي الاجابه A. طبعا هنا التو فورسز مش ايكوال، لان لما نزلت الريزلتنت ما قسمتهاش ل تو ايكوال انجل، لان هنا دي عندك تحت 60 واللي تحت اللي فوق هتبقى 30، يعني التو انجلز مش ايكوال. ننتقل بقى لجزئيه اخرى وهي الايست والنورث والويست والساوث. ده طبعا عندي ده كده الاتجاهات الاربعه، وده الايست وده الويست، ده النورث وده الساوث. فانا لما اجي اقول لك مثلا نورثن ايست وسكت كده، انا بتكلم ما بين النورث وما بين الايست بالظبط. يعني هي كلها كده الانجل ب 90، يبقى هتتقسم 45 و45 طالما ما جبتش سيره اي ارقام. مثلا قلت لك ويسترن نورث اهو، يعني ما بين الويست والنورث هنا، يبقى بالظبط كده هتقسمها برضو 45 و45. اجي اقول لك مثلا 30 east of النورث. هنا بقى الناس بتحتار ومش بيعرفوا يعملوا ايه. مثلا انت قلت لي east of north، طيب عندك ادي الايست وادي النورث اهي، هطلع كده اهو، بس انا مش عارف ال 30 اكتبها فوق هنا ولا تحت. قال لي عند اخر كلمه انت وقفت عندها، وقفت عند مين؟ عند النورث. خلاص يبقى تحط هنا دي 30، وبالتالي انت استنتجت كده ان كده 60. مستر واحده كمان عشان افهمها، اقول لك مثلا 60 east of الساوث، ادي الايست وادي الساوث، هعمل اهو الانجل، بس احط 60 هنا ولا هنا؟ قال لي عند اخر كلمه اوف مين؟ اوف الساوث. خلاص يبقى احط هنا 60، يبقى هنا دي بكام؟ يبقى هنا دي ب 30. ده اللي انا عايزك تعرفه بس في الحته دي. وتعالى نشوف هذا الاكزامبل الفظيع. طبعا هو هنا الراجل عامل معاك واجب ورسمها لك، بيقول لك if the force of magnitude 20، يعني دي كده اهي ب 20، الله دي كده ب 20 in the direction 30. بص بقى قال ايه؟ بص قال ايه؟ north of الايست. نعتبر ان هو مش راسمها، النورث اوف الايست، ادي النورث وراح عند الايست، اروح كاتب الكام؟ اروح كاتب ال 30. فهمت كده؟ اخر كلمه عندها مين؟ عندها ايست. انا رحت النورث الاول، بعد كده رحت عند الايست، يبقى هعمل هنا ال 30 تحت. فبالتالي طالما دي 30 يبقى دي بكام؟ 60. تعالى كده نرسمها بوضوح. ادي الايست، قال لي نورث اوف الايست، يعني انت عندك هنا ال 30، وادي عندك ادي النورث، ودي عندك طبعا هتبقى بكام؟ هتبقى ب 60. طيب ال 20 دي كده resolved into two ايه بقى؟ perpendicular components.
يعني بيربنديكولار. يبقى انت كده شغال في السبيشال كيز، انا كده مش محتاج ال60 على فكره. طيب يعني بيقول لك في هنا هي ريسولفد، يعني ال 20 دي اتشالت واتحط مكانها هنا الاف 1 وهنا الاف 2 عند النورث. مستر هو انت ايش عرفك ان الاف 1 عند الايست والاف 2 عند النورث يا حبيبي؟ ما هو اللي قال، مش هو حاطط 20 هنا؟ مش هو يا ابني حاطط 20 هنا اهو؟ هو بيقول لك شيلها ريسولفد تو عندك perpendicular components، يعني انت عندك هي اتحللت ل two perpendicular components، يعني انت عندك الانجل ما بينهم 90 degree، فده كده الاف 1 اهي ودي كده عندك الاف 2 اهي. طيب زي ما قلت لك مطرح ما الانجل تنام اديها الكوزاين التمام، يعني الاف 1 هتبقى ايكوال الار كوزاين 30، يعني الانجل هنا 30. طب والاف 2 هتبقى ايكوال الار ساين 30، طبعا الار الراجل عطالي ب 20. فهو كده عاوز بص بقى هو كده عاوز النورث دايركشن اللي هي في النورث. مين اللي هي في النورث؟ مستر ده اللي في النورث اللي هي الاف 2. كده انا محتاج الاف 2 اللي هي عباره عن الار ساين 30. طب ما الار بكام؟ الار ب 20 تايمز ساين ال 30، ساين ال 30 بهاف تايمز 20 هيدي لك ب 10 اللي هي الاجابه سي. تعالى هنعتبر السؤال ده مش مرسوم واحنا اللي هنرسمه. ادي الايست والنورث والويست والساوث. قول يا ريس. A force of magnitude 20√2 acts in the western north direction. لا تعالى اقف عندك بقى. هي فين؟ هي في الويسترن نورث. ادي الويسترن نورث، يعني هي من الاخر فين؟ هي من الاخر هنا. طب هل جاب سيره جاب سيره ارقام؟ لا. يبقى انت كده تفهم على طول ان الانجل دي كده 45 ودي كده 45، قسمتها ل 2 انجلز بالظبط. فاسمها ايه؟ اسمها اعطاني هنا ب 20√2. طيب is resolved into two components. ماشي. one of them magnitude F1. ماشي. الاف 1 فين؟ قال لي in the eastern north. اقف عندك eastern north. ادي eastern north يعني ما بين الايست والنورث. هل جاب سيره ارقام؟ لا يا مستر، دي كده الاف 1. فطالما جابش سيره ارقام تعرف ان دي برضو 45 ودي برضو 45. طيب and the other. طب والثانيه فين يا عم الحاج؟ قال لي الاف 2 in the direction of الويست، يعني الاف 2 هنا، الاف 2 على الويست بالظبط. ادي الاف 2 وادي الاف 1 وادي اهم حاجه بالنسبه لي بالله عليك ادي الريزلتنت اهي. يبقى انت كده يا مستر تقدر تحسب لي الانجل بتوين الار والاف 1 فين دي؟ اهي بكام؟ ب 90 ديجري. طب وما بين الار والاف 2 بكام؟ ب 45. لا تعالى كده نقسمها لوحديها كده. تعالى بص كده واحده واحده. ادي الاف 1 اهي وادي الار هنا اهي اللي هي 20√2. طلع هنا الانجل ما بينهم كام؟ ب 90 ديجري. مين قال؟ انا ولا انت؟ لا اهي 45 بلس 45 ب 20 ب 90. وعندك هنا الاف 2 عند الويست اهي الانجل دي كام؟ ب 45. بس كده بقت مساله عاديه عبيطه خالص. انت هتعمل اف 1 اوفر الساين البعيده اللي هي 45 ايكوال الاف 2 اوفر الساين البعيده اللي هي الساين ال 90 ايكوال الار اللي هي 20√2 اوفر الساين سيتا 1 بلس السيتا 2 يعني 90 بلس 45 135. طالب منك الاف 2. الاف 2 اهي يبقى نعمل ده تايمز ده اوفر ده يبقى الاف 2 هيبقى 20√2 تايمز ساين 90 اوفر ساين 135. ده طلع معايا ب 40 نيوتن. يبقى الإجابة هنا 40 كيلو جرام ويت. المسألة اللي هي فيها الريجولار هيكساجون. المسألة دي مشهورة جدا والهيكساجون هنا مشهور جدا. بالله عليك ركز معايا فيه. أولا بس أنا عايزك تعرف إن الهيكساجون لو أنا جيت وصلت ده بده هي الأنجل كلها على بعض 120. جميل؟
فقول له يا مستر لو وصلت ده كده، وصلت ده كده، وصلت ده كده، كده هو اتقسمت لكام انجل؟ طبعا هو طالما ريجولار يبقى كلهم ايكوال، يعني دي كده ب 30 ودي كده ب 30 ودي كده ب 30 ودي كده ب 30. حلو. مستر انت عايز تقول لي حاجه. ايوه، اللي هي ايه بقى؟ انا هلغي دول كده. الانجل دي كده بكام؟ قال لي الانجل دي خلاص هتبقى ب 90. اشمعنى يا ابني؟ ما هم كانوا 430 اخدت منهم 30 اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 90. 120 ماينس 30 هيطلع معايا ب 90. او انت عندك انا هنا رسمت 3 30 فكام؟ طبعا 3 تايمز 30 هيطلع معايا ب 90. يعني زي هنا دي كده قبل ما اخش على السؤال، ادي دي كده ب 30 ديجري ودي كده باقيها اللي هي ب 90 ديجري. طيب عايز ايه بقى هنا؟ تعال نرسمه هنا بوضوح. ادي الاي بي والراجل هنا حط لك عليها الاف 1، وادي البي سي والراجل هنا دي كده الريزلتنت اللي هي ب 15. طيب وادي الدي وادي الاي وهنا الاف 2. طيب مش محتاج انا ده في حاجه، نقول لك باي باي يلا امشي يلا. طيب احنا عارفين بقى ان دي كده بكام؟ ب 30 ديجري، وعارفين ان الانجل دي كلها بكام؟ ب 90 عشان هم كلها على بعض 120. طيب هنعمل بقى ايه؟ انا عارف ان الاف 1 اوفر ساين البعيده اللي هي ساين 90 ايكوال الاف 2 اوفر ساين البعيده اللي هي ساين 30 ايكوال الريزلتنت اللي هي ال 15 اوفر الساين كلها على بعض 120. الراجل عايز ايه؟ بيقول لك الاف 1 تو اف 2 هيبقى كام تو كام؟ طيب انا لو حبيت اجيب الاف 1 هعمل ايه؟ مش انا هجيب الاف 1 هعمل ده تايمز ده اوفر ده، يعني 15 تايمز ساين 90 اوفر ساين 120، وهجيب الاف 2 15 تايمز ساين 30 اوفر ساين 120. من قبل ما تحسبها، انت عايز تحسبها احسبها. دي ساين 90 ب 1 ودي ساين 90 بهاف، طبعا ده هو ده والساين 120 هو ده، يبقى كده بالله عليك الريشيو ما بينهم كام؟ انت عندك هنا دي هتطلع اكبر من دي مرتين، فهو الاف 1 تو اف 2 هيطلع 2 تو 1. مستر لا مش فاهم، انا عايز احسبهم احسن. مفيش مشكله. يعني هنا هنعمل 15 تايمز ساين 90 اوفر ساين 120، فده طلع معايا ب 10 روت 3. طيب والتانية هشيل الساين 90 دي بس وهغيرها اخليها ساين 30، فطلع معايا ب 5 روت 3. خلي بالك هو عايز هنا الاف 1 الاول اللي هي طلعت معايا ب 10 روت 3 اوفر الاف 2 اللي هي طلعت معايا ب 5 روت 3، راحوا مع بعض يبقى 10 اوفر 5 اللي هي 2 اللي هي 2 اوفر ال 1 اللي هي الاجابه بي. هنختم مع بعض بالسموث بلين. بص هي الفكره دي موجوده في الدرس ده بس اللي هو مش بقوه، بعد كده هشتغل عليها ياما قوي، فاللي هو هحاول افهمها لك دلوقتي ببساطه اللي هو ايه، يعني اعمل حسابك ان كده كده هنشتغل كتير قوي عليها في الفيديوهات الجايه. فانا عندي كده بيقول لي if a body of weight بكام؟ ب 10 نيوتن is placed on a smooth plane. تعال على كده نرسم السموث بلين، او ده هو ده البلين. سموث يعني ناعم، اللي هو عادي يعني بيتحرك براحته. ادي البادي بتاعي inclined to the horizontal an angle of measure 30. يعني انت عندك الهوريزونتال بيبقى عامل ازاي؟ ادي الهوريزونتال اهو. طب ماله؟ هو بيقول لك مايل بقى على الهوريزونتال ده بانجل بكام؟ الانجل ب 30 ديجري. وماله يا سيدي؟ Then the component of weight in the direction of line of the greatest slope downwards. مثلا مش فاهم ايه البقين الاخر دول. وحد الله لا اله الا الله. مش انا عندي البادي ده ليه ويت؟ الويت انت واخد في الفيزيكس ان هو لازم ينزل لتحت على طول كده اهو، بيبقى بيربنديكولار على الهوريزونتال. طيب ده الويت اللي هو بكام؟ ب 10. سيبك دلوقتي ده الويت. انا بقى الويت ده بقى مش هسيبه في حاله. مش احنا من شويه كنا بنعمل ريسولفد للريزلتنت into two perpendicular forces؟ هنا نفس الكلام. انا ده الويت ده هشيله
وهحلله لتو perpendicular forces. مستر طب فين البيربنديكولار فورسز دي؟ بص كده يا سيدي، اعتبر ان ده الاكس اكسس واعتبر ان ده الواي اكسس. ادي اهو دول كده اهو، ده الاكس اكسس ده الواي اكسس. طب عايز تعمل ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان هنا هي دي بقى، هي دي كده بقى الاف 1، وهنا هي دي بقى الاف 2 اللي هتسحب البادي لتحت. طيب مستر انت قلت لي من شويه، طب الانجل ما بينهم الاول كام؟ اهو الانجل ما بينهم 90 ديجري. طب يا مستر يعني انت ما سبتش الويت في حاله، عملت له ريسولفد انتو تو بيربنديكولار كومبوننت بالظبط كده. طب يا مستر انا في حاجه موقفاني، ايه هي يا سيدي؟ من شويه لما كانوا بيربنديكولار كنت بتعمل ايه؟ ار كوزاين سيتا، اللي هي مطرح ما الانجل تنام الدي عندها ار كوزاين سيتا والتانيه ار ساين سيتا. المشكله هنا ما فيش انجل. لا امال دي بتعمل ايه سعادتك؟ ما في هنا 30 ديجري. بس يا مستر دي ايه علاقتها؟ دي ولا نايمه هنا ولا هنا ولا في حته هنا قريبه. لا ما انا عايز اقول لك ان ال 30 دي هنا هي ال 30 ديجري هنا اللي هي دي، يعني الانجل هنا ب 30 ديجري. مش فاهم يعني ايه علاقه دي بدي؟ بص يا معالي الباشا، هو مش ده كده تراينجل؟ التراينجل ده رايت هنا صح؟ حلو. فقال لي ان انت عندك دي ب 90 ودي ب 30، يبقى التراينجل كله 180، فيتبقى لك دي بكام؟ 60. ماشي. انت عندك بقى ما بين ده وما بين ده كده، مش دي كده 90 ديجري كلها على بعض؟ طب دي كده 90 ودي كده 60، بتبقى لك كام؟ 30. فهمت يا مستر؟ طب تاني عشان الناس اللي تاهت مني، مش انت عندك ده ترينجل؟ حلو، دي ب 30 ودي ب 90، يبقى اتبقى لك كام؟ 60. طيب ما بين ده وده، مش دي كده الانجل دي كلها ب 90 ديجري؟ حلو، شيل منها 60 يبقى اتبقى لك كام؟ 30. انا كده فهمتها لك اول مره بس انت بعد كده على طول هتخبط دي ب 30 يبقى دي ب 30. حلو، مشكلتي كده اتحلت يا مستر، ان بقى في عندي انجل هنا مطرح ما الانجل تنام اديها الكوزاين التمام. يبقى انا عندي هنا هتبقى ار، طبعا الار هنا اللي هي الويت الدبليو، يعني الار الويت اللي هنا كوزاين 30. طب والناحيه الثانيه هيبقى ويت ساين 30. دي ثابته؟ ثابته. يعني من الاخر كل المسائل اللي هنا دي كده هتتحلل كده، هنا الار عامة ار كوزين الفا وهنا ار ساين الفا. هو بقى يسألك عليه، يسأل عليه براحته بقى. هنا بص بيقول لك ايه؟ عاوز زين ذا كومبوننت، يعني عايز واحدة فيهم، في واحدة فيهم اوف ذا ويت انهو بقى في انهو دايركشن. انا عندي تو دايركشنز اهو، of a line of the greatest slope downwards. طالما قال لك of a line of the greatest slope downwards يبقى هو بيسألك على اللي فوق دي. اللي تحت برضو بيسألك على نفس الحاجة، بيقول لي so the component of its weight in the direction of the plane. طب في الدايركشن بتاع البلين، ما هو ده الدايركشن، ما انت عندك البلين اهو، ما هي دي برضو على الدايركشن بتاع البلين. مستر طب انا عايز اعرف امتى بيسأل على دي. بص بقى اللي وراها بيقول لي then its weight component in the perpendicular direction on the plane. يبقى انت عندك دي كده في الدايركشن بتاعت البلين، ودي كده عندك في الدايركشن البيربنديكولار على البلين. مش هو دي نزلت كده اهو بيربنديكولار على البلين عشان الانجل اللي ما بينهم 90 ديجري. يبقى قال لك direction of the plane، بسألك على اللي فوق. direction in the perpendicular of the plane، يبقى بسألك على اللي تحت. فطبعا هنا انا بسألك على اللي فوق اللي هي الويت ساين 30. طبعا الويت معايا ب 10، يبقى 10 ساين 30 هيطلع معايا ب 5 اللي هي الإجابة سي. تعالى كده 23 نختم بيه. بيقول لي if a body of weight ماشي is placed on an inclined plane ماشي makes an angle measure theta. طيب يعني هنا انت عندك اهو البلين اهو عمل هنا ثيتا ديجري with the horizontal، يعني عمل مع الهوريزونتال ثيتا ديجري ماشي. وادي البادي وادي الويت، قلنا الويت هنسيبه في حاله؟ لا يا مستر، هنعمل له ريسولفد
into two component، واحدة هنا واحدة هنا. فهنا هيكون طبعا دي الثيتا هنا اهي، تبقى هي الثيتا هنا اهي. يبقى انت عندك هنا W كوزاين ثيتا وهنا W ساين ثيتا، ما بتتغيرش. طب هو عايز ايه؟ then its weight components in the perpendicular direction. يعني انا بسألك على الأمورة دي اللي هي W كوزاين ثيتا اللي هي الإجابة B. طب لو جيت قلت لك لا أنا عايز in the direction of the plane، يبقى أنا كنت بسألك على دي اللي هي W ساين ثيتا. وزي ما اتفقت معاك دي كده كده هنشتغل عليها كتير في الفيديوهات اللي جاية. يا رب يكونوا استفدتوا النهاردة. كان معاكم مستر أحمد حافظ، السلام عليكم.